هذه قلعة تاروت. طبعا كثير منكم سمع عن قلعة تاروت أو اطلع على فيديوهات في اليوتيوب ولا قرأ عنها في التاريخ. الآن بناخذ تفاصيل جدا دقيقة من أحد الأشخاص المهتمين في الجانب التاريخي خاصة في جزيرة تاروت. هذه القلعة الأمانة أنا أول مرة أجيها، لكن أقرأ عنها وأبحث عنها وقرأت عنها أمس قبل لا أجي. لكن إذا خذيت أحد أشخاص المهتمين ومن تاروت بعد، هذه عاد الشيء اللي يذكر. الحين معنا الأخ عون المختار أحد المهتمين في هذا الجانب. حياك الله أخوي عون. يا مرحبا. ودي إنك تعطينا نبذة عن قلعة الميلاد، وكل حكومة أو كل حقبة من الزمن يحكمها كان شخص أو يحكمها حكومة كانوا يتواجدوا في هذه المناطق، لأن المناطق أسلم. القلعة تتكون من 4 اللي هو أبراج، وفي من ضمنهم واحد متهالك أو مو موجود من خلقنا. وطبعا هي محطة دفاع دافع عن المنطقة. أي جيوش أو حكومة تجي هنا يسكنوا فيها كانوا علشان الدفاع اللي موجود في يدافعوا عن المنطقة، لأنها منطقة خيرات وأرزاق، فتكون منطقة استراتيجية وعلى ارتفاع تل، وفيها عين العودة مشهورة تغذي مزارع تاروت كلها، والماء الزايد يروح البحر. استاذ عون، مين اللي بنى قلعة تاروت أو حصن تاروت أو إيش تسمونه بالضبط؟ قلعة تاروت، قصر تاروت، يقال أنه على زمن الساسانيين أو البرتغاليين أو العثمانيين أو الدويلات اللي كانوا موجودين، فأكثر من حكومة جت فيه، فيقال على هذه المقولات اللي موجودة. طبعا في قصر أساسي تحت فوق، هذا القصر الأساسي فوق الثاني عفوا اللي موجود. الحجارة اللي موجودة فوق هذه اللي تلاحظ تشكيلتها نفس تشكيلة الأهرامات، نفس طريقة اللي هو الأهرامات حقتها، هذه الأساسية. طيب إيش اللي بني قبل، الأهرامات ولا قلعة تاروت؟ يقال قلعة تاروت. دخلنا في مشاكل كذا. منظر القلعة من هنا منظر مهيب ما شاء الله تبارك الله وجميل جدا، وهذا في وسط مدينة تاروت، وسط جزيرة تاروت. شوفوا هنا هذا الدوار وسط المدينة، وهذا الأستاذ أحمد الحبيب مدير تنفيذي جمعية تاروت، والباحث العمارة أستاذ عون المختار. هنا كذلك في عندنا عدد من الكافيهات التراثية خاصة تاروت، لون تاروت. فراح ندخلها ونغطيكم الجامعة. الشيخ عون، في أبيات قيلت فيها ما تحضر الكلام. طيب ما عندنا مشكلة، نروح نتوجه للكافيهات التراثية. طبعا هناك كافيهات تكون جلساتها حلوة وتراثية وجميلة، تقدر تجلس فيها وتستمتع في الجلسة تاروت وأجواء الجميلة هذه وعند القلعة. وخلنا ندخل نشوف وش اللي عندها أكثر. الله يحفظك. شوفوا هذه الكافيهات التراثية اللي موجودة في جزيرة تاروت. ناخذ بس نظرة سريعة كذا. شو الجلسة هذه؟ يا سلام. خلنا ندخل داخل ونشوف. طيب شوفوا هنا هذا المقهى ما شاء الله، سوق المقاصيص عندهم. انا ما اعرف شو يسمونه، حسينو وقحطه في سوق المقاصيص ما شاء الله. هذا عبسي وعدنان، وهذا مدخل حي الديرة في جزيرة تاروت. كان في 3 بوابات، تفتح الفجر وتسكر المغرب، اللي برا واللي داخل. إذا شخص من علية القوم معروف ممكن يسمحوا له، يكون يسمحوا له. شخص مو معروف يناموا في المسجد اللي موجود، اللي يعتبر برا لأن برا الجزيرة كلها مزارع. وقد يشكل خطر يعني. فإنه ما يسمحوا له إنه يدخل. وهذه عندك هنا عين العودة، هذه عين العودة اللي تشتهر. عين العودة تشتهر حقت النساء. هذه عين العودة خاصة بالنساء بجوار قلعة تاروت. وبعض الأيام يسمحوا فيها الرجال يركبوا فوق ويطمرون من فوق. معنا أستاذ عون وقاعد يفصلنا بشكل دقيق العمارة التاريخية الموجودة. القطيف سابقا تشتهر بالحجر الفروش، هذه يجيبوه من البحر يستخدموه حق البناء سابقا. بعدها ويستخدموا الجص
الجص اللي تشوفه هذا اللي يستخدموه حق التليس او حق المساح الخارجي او الداخل. هذا اي شوفوا هذا الجص يطلعوه من البحر، يحرقوه تطلع منه ماده السيليكا والسيليكون، وبعدها يصير صالح الى التليس. الابيض يستخدموه حق المداخل الداخليه اللي هو حق الغرف المميزه، ويستخدموه حق الزخارف الجصيه. ما شاء الله. واللون الغامق يستخدموه حق اللون اللي هو الخارجي. جميل. هذا المتحف راح ندخل المتحف الآن ونعطيكم التفاصيل الخاصة. متحف أصالة عشتار. طيب إيش معنى أصالة عشتار؟ عندك وش معنى أصالة عشتار؟ اسم الكريم. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيك يا حبيبي. مصطفى معين وياك حبيبي. حياك الله، تشرفنا بك. صاحب المتحف؟ أخو صاحب المتحف. كلكم واحد. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. ممكن نعرف معنى اسم المتحف والتفاصيل؟ طبعا أصالة عشتار يا طويل العمر والسلامة تحت قلعة تاروت في معبد عشتار. احنا نسبناه هذا المكان لأصالة عشتار لأن نسب له مكان. وقديمة كم تاريخه؟ طبعا قبل الإسلام. قبل الميلاد يمكن بعد؟ قبل 7000 سنة. 7000 سنة قبل الميلاد بعد. قبل الميلاد. طيب ممكن ندخل نشوف؟ اي تفضل حبيبي. الله يعطيك العافية. هذا ندخل المتحف الآن. ما شاء الله. في حساب هنا. يعني شوف الشباب، أنا ترى ما بدافع يا شباب. دبر أعمارك. طيب خلينا ندخل داخل. شوف ما شاء الله. شوف النقوش هذه اللي موجودة، هذه اللي كنا نتكلم عنها. هذه النقوش تتميز القطيف بها. لو تروح من تاروت إلى القطيف إلى الأحساء، كل النقوش والزخارف الجصية تختلف. ما شاء الله. النقاش إذا نقش ما يكرر النقش مرة ثانية، بخصوص في نفس البيت. ما شاء الله تبارك. هذه من النقوش اللي موجودة عندنا. هذه الصورة يتكلم عنها الأخ عون. اسلم هذه كانت الصورة اللي في المسجد اللي بالخارج. هذا هو كان فيه اللي هو الممر أو السيبة كانت يسبحوا فيها. عقب ما يطلع من الماء من عين العودة يطلع إلى السيبة، يسبحوا فيه ناس أو بعدها يسبحوا فيه تكرم الحمير. يسبحوا الحمير. ما شاء الله. هذا أحمد الحبيب زعلان يقول ما وروك تاروت الخضراء. طبعا هم سابقين في الرؤية، فكانت تاروت الخضراء سابقا. هذه عام كم تقريبا؟ ما ادري، المصدر كاتب هني 1947. هذه الصورة. اي الصورة طبعا. هذه تاريخ صورة. هذا تاريخ صورة طبعا. تاروت قبل. ما شاء الله. ادخل متحف الآن، افتح الباب. ما شاء الله. طبعا ان شاء الله اني اقدر اغطي لكم اغلب المتحف. شوف اهتم بدقة التفاصيل. ما شاء الله. شو يسمونه هذا؟ يسمونه الباسكيل او البامبو. وبلهجتنا يسمونه احنا نسميه اللي هو الحصير. الحصير. فوقه. طبعا هذا وفي اللي هو الحوالي هذا البامبو او يسموه الباسكيل، هذا يجيبوه من شرق اسيا. وهذه الشندل. الشندل انا ابي الكلمه ذي من اول ما. الشندل هذه يجيبوها من الهند كانت سابقا. ما شاء الله. يناسب بيئة المنطقة. تقريبا هذه أعمارها 300 سنة. أباريق من الشرق الأوسط. وهذه مصاخن شغل الحسا تقريبا عمرها 60 سنة. وهذه جحلات شغل القطيف تقريبا عمرها 60 سنة. عندك الساعات هذه تقريبا أعمارها 100 سنة 110 سنوات. شوفوا هذه طبعا ممنوع اللمس، أنا ما لمست شيء، لكن راح ندخل الحين. هذه الظاهر الهريس؟ لا ولا الماء؟ زير الماء. أيه. طبعا هذه يا طويل العمر والسلامة رحى؟ لا محالة. طيب. حقت البير اللي ينزلوا فيها الحبال القرش ينزل فيه. ممتاز. طبعا هنا عندك مخطوطات قطيفية. هذا جزء من القرآن الكريم صار له 150 سنة. وهذا يتكلم عن أمير المؤمنين الإمام علي، وصية الإمام الحسن صار له 170 سنة. جميل. وهذا دعاء كميل صار له 150 سنة. وهذا طبعا عندك هذا مخطوط أصفهاني صار له 120 سنة. وهذا مخطوط من جزء القرآن الكريم على الزمن الدولة العثمانية في المدينة المنورة عام 1274. جميل. وهذه وثائق بيئة في جزيرة تاروت. قبل كم تاريخ هذه؟ هذه عام 1336.
ما شاء الله. طبعا عندك هذا قدر اصفهان صار له 120 سنه. هذه اباريق ماي شغل مصر الدول العربيه تقريبا من اعمارها 60 سنه الى 120 سنه. عندك هذا شغل الافخاخ شغل القطيف تقريبا اعمارها 60 سنه. وهذه المحامس اللي يحمسوا فيها القهوه شغل القطيف تقريبا اعمارها 80 سنه. وهذه دله نصرانيه شغل العراق. هذه دلات نجرانيه شغل نجران. وهذه الدله البغداديه تتبعها هذه الدله الكبيره. ما شاء الله. الدله الكبيره اللي هي هذه البغداديه. بغدادي. طبعا هذه كلها اعمارها تقريبا يتفاوتوا بين كم الى كم؟ 60 سنه 80 سنه. عندك هذه دلات شطراويات هذه اعمارها 90 سنه. طبعا عندك قدور هذه عمرها 90 سنه. كتابه هذه يابانيه عام 1980 وهذه انجليزيه عام 1940. طبعا اليابان سوتها بالعربي لحق العرب. الآلات الكتاب. جميل. طيب وهذه آلات خياطة فيها الزئبق الأحمر؟ لا ما فيها الزئبق الظاهر كلكم عاد تعرفونه. اللي حاب يسأل عن الزئبق الأحمر يرسل لي على الخاص وراح أجاوبه. طبعا هذه ألمانية من عام 1885 وهذه أمريكية من عام 1920. يا أخي هذا أنا حنيت له. هذا أنا لاحق عليه صراحة وحنيت للجلسة هذه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا سميناه مجلس الطواشين لان النواخذ يا طويل العمر السلام الطواوشه اهل البحر لان يجلسوا في مجلس طواشين. النواخذ لما يطلعوا من البحر ويطلعوا اللول ويصير في مزاد حق اللول. ايه عند المجلس الطواشين. ما شاء الله. إيه؟ طيب وهذه بوصله يا طويل العمر السلام. بوصله هذه تحدد اتجاه السفينه. اي حق البواخ. ما شاء الله. خلوني اسال هل منكم أحد يعرف هذه إيش بالضبط؟ هذه كان حين سقاية الماء أو زي كذا؟ لا ها؟ هذه حق الآيس كريم. سموها لا احنا ما تطورنا. طبعا يحطوا الثلج والفانيلا والحليب ويخلطون. هذه كم سنة دي؟ هذه تقريبا هذه أمريكية تقريبا عمرها يعني 80 سنة. الثلج حواليها يحطون. عاد قبل 80 سنة في السعودية كان في آيس كريم. ما في أمريكا هذه. كانوا يجيبوها. يعني مش من تاريخنا هذا. لا مو من تاريخنا. ما شاء الله حتى التاريخ الأمريكي في تاروت. هذه مطحنة قهوة عمرها 140 سنة أمريكية. ما شاء الله. الشباب الظاهر جاهم النوم هنا. هم ظهر من كثر ما هم حافظين المتحف فعارفين التفاصيل كامل. في الكاميرا دي خلي الناس تشوف بعد. ما شاء الله. هذا طبعا صاحب المحل يحب هالاشياء. طبعا هذا قسم البيبسي والكوكا. طبعا البيبسي اول ما جاء لشركه ارامكو. هذا اصدار ارامكو وهذا اصدار جده وهذا البحرين وهذا العراق وهذا الدار البيضاء وهذا الكويت. طبعا شعبيه البيبسي عندنا في السعوديه اكثر من شعبيه الكوكا كولا لان الكوكا كولا انقطع من السعوديه 25 سنه بسبب المقاطعه. لما انقطع جاء كوكا كي. كوكا كي هذا الأحمر. هذه حقت العرب جا أول. هذا سعودي طبعا تبع أولاد. هذه أول كل عربجي قاعد في الزاوية تلقون مع كوكا هذه القزاز. تذكرونها يا شباب؟ طبعا شعبية البيبسي عندنا أكثر من كوكا كولا لأن الكوكا كولا انقطع من السعودية. لما انقطع جا كوكا كي. هذا سعودي تبع أولاد الكعك اللي في جدة. من بعد 25 سنة رجع كوكا كولا سكر كوكا كي. سكر ما قدر ينافس. وش المشكلة وش اللي صار بينهم اتفاقية شيء ما ندري صراحة. طيب هذه الكوكا اللي يذكرها عاد شوف كوكا هذه الأولاد الكعكي في جدة جت فترة طويلة تقريبا 25 سنة صح؟ أي. هذه اللي يذكرها يراسلني على الخاص. قسم المطبخ هذا الميز وهذا السماور تقريبا عمره 120 سنة وهذا الدلال الأول برادات بعدين جت الدلات هذا. طبعا هذا الترمس أول ما جاء شركة أرامكو ليومك يستخدموه اللي هو الترمس هذا يعني وجودة عالية يعني؟ إيه جودته عالية ما شاء الله. يعني هذا الشيء تميز فيه أرامكو يعني ما شاء الله. طبعا عندك هنا غرفة العروس
غرفة العروس. هذه غرفة العروس. طبعا السرير تقريبا عمره 70 سنة. طبعا عندك هذا الصندوق اللي كانوا يجهزوا فيه العروس. خلنا ندخل شوي. هذا اللي كانوا يجهزوا فيه العروس. هذه العطورات سابقا. اي العطورات والزيوت. هذا والمكاحل. المكاحل. وين المرش؟ ما في مرش؟ موجودين. اهم شيء المرش. هذا المرش، هذا اللي في العروس والحريم العجز. هذا المرش كان يرشون فيه على الحريم. انا اذكر وانا صغير يعني كان يلحقنا شيء من هالعطورات. وهذه مرشات. وهذه مرشات قطعت تقريبا 20 سنة أو 30 سنة قبل. هذه ما شاء الله أنواع المرشات هنا. وهذا سرير العروس الأول. شوفوا التاريخ. مو الحين دلع. طبعا هذه لون هذه حقت شيباننا أمهاتنا نسميها شيلة. هذه الشيلة. هذه العباءة الحين الأولية كانت هذه العباءة. إن كان ملون عندهم من أول؟ كذا كانت. هذه كانت بالأحمر والأسود، كانت تميز أهل القطيف كامل. أوكي. هي صار لها 100 سنة. كانوا يستخدمون لأعياد الميلاد في الاحتفالات يعني. وهذا جراموفون بعد صار له 140 سنة. صناعة أمريكية توماس أديسون. هذه صورته وهذا التوقيع عليه. هذا توماس أديسون للي ما يعرفه. ايش هذه حبيبنا؟ هذه كانوا يخزنوا فيها التمور والرز، الأشياء البقوليات كانوا يخزنوا فيها يعني. ما شاء الله. هذا المرش الظهر باخذه وانا طالع احطه في اخوي. شوف الطاولة. طبعا مي طاولة، احنا سويناها طاولة. هذا شغلكم انتم؟ شغلنا هذا احنا، بس هذا الشغل شغل الصين، شغل يدوي طبعا. بس هذا يعني من فكرتكم انكم تحطون اي فكرتنا العملات هذه. ما شاء الله تبارك. طبعا هذه بتتحول الى مقهى ان شاء الله. هذا في الدور الثاني في متحف صالة عشتار، بيتحول الى مقهى وان شاء الله يعجبكم. استاذ حسين يدور، ما ادري ايش عنده يدور. اكتشف الاشياء الجديده. فنبي نشوف الحين الاطلاله اللي تطلع على الجزيره. ما شاء الله تبارك الله. هذه جزيره تاروت. شوفوا بسم الله. اي والله انت ما شاء الله تبارك الله. شو هذا احنا في الدور الاعلى من المتحف، وهذه جزيره تاروت. شوف هذه قلعه او حصن تاروت، وهذه جزيره من الاعلى. والله اجواء جميله صراحه، براد جميل. طبعا يا طويل العمر والسلامه هذا بيت جدي. طبعا اخوي هذا شغل اخوي هذا كامل. ترى احنا ما عرفنا اسم اخوك. اخوي اسمه مهدي صالح معيلو ابو صالح. طبعا هوايه وشغف بشكل ما تتصور. يعني هو لما سوى هذا المتحف مو بغض الماده، كان يهدف هدف هو حفظ التراث. حفظ التراث وحفظ يعني تراث البلد. ما شاء الله. وهذا يا طويل العمر والسلامه هوايتي يعني في هذا المجال يعني. وهو تحديدا مركز على تاروت تحديدا، وما يمنع ما يحاول يعني. هو اصلا هو هدفه هذا زي ما قلت لك يعني. الهدف الاولي حفاظ على تراث البلد والمنطقه وحب للبلد يعني. هذا الشيء للبلد يعني ولأهل البلد. جميل ما شاء الله. حفظ التاريخ جميل اللي ما له اول ما له تالي. طيب هذه باللغه العربيه الازقه، لكن في لهجه اهل تاروت زرانيق. الزرانيق. زرنوق. هذه الزرانيق في جزيره تاروت. اللي يبي يذكر التاريخ، يبي يراجع كيف الآباء والأجداد كانوا عايشين، اللي على الساحل خاصة. طبعا في ناس ساكنين وفي حياة، يعني المتابعين لا يفكروا ان هذه بس اماكن. تقريبا حوالي 55 بيت مسكون. فيه بيوت. كم؟ فيه 55 بيت مسكون. ما شاء الله تبارك الله. طيب اسمح لنا نسأل. تفضل. مساء الخير يا غالي. اهلا وسهلا، مساء النور يا مرحبا. هذا الشخص انا والله دخلت عليه عرض، لكن نبي نعرف ايش قاعد تسوي يا غالي؟ قاعد اسوي حوض. حوض؟ قالب حق حوض.
عندي نافوره قاعد اشتغل عليها هنا. انت تبي تسوي الجلسه هذه؟ عندي نافوره هنا. نافوره هناك، والحوض هذا للنافوره. ايوه بالضبط. وطيب هذه، طيب اسم الكريم يا غالي؟ عباس. عباس ايش؟ عباس ابو زيد. عباس ابو زيد. شوف هذا شغل عباس ابو زيد هو واخوه. شو مزينين جلسه في الزاويه هنا، شغل دلع. اذا تسمح ان ندخل زاد فضلك يا اخي. زيارتنا التاروت مبروكه. شوف هذه الجلسه، وهذا زين الحوض ما شاء الله. شوف هذه جلسه هنا من شغل الشباب، الله يعطيهم العافيه. يعطيك العافيه عباس. قلت لي هنا في الحي هذا كم؟ اكثر من 55 بيت اللي مسكونين الحين اكثر من 55 بيت. اكثر من 55. هذا متحف الفريج. هذا البيت من البيوت المميزه، بيت الجشي. سابقا كان سفير ما بين السعوديه وما بين ايران. هذا السفير السعوديه في الجش. لا، الجشي بيت الجشي من عيال الجشي. السفير السعوديه هذا من القطيف في ايران. هذا من اهل القطيف، كان ساكن هنا. اي كان ساكن هنا. عنده بيتين، عنده بيت في القطيف وعنده بيت هنا، لانه متزوج واحده من تاروت. متزوج معها. متزوج واحده من تاروت يجيبوه، ما عاد يطلع خلاص. ما حد يطلع. البيت يتميز بارتفاعه طبعا. شو هذا الازقه والزرانيق على قولة اهل تاروت، والصابات. شو هذا اللي قلنا بيت الجشي اللي كان سفير السعوديه لدى ايران، احد ابناء الجشي. اسلم استاذ عون. هذا البيت يتميز بارتفاعه، وصاير مثل الثلاث دبلكسات حرف البل. تقريبا يمكن سكنت حوالي 7 عوائل، عمره تقريبا حوالي 200 سنه او اكثر. البيت لو تشوف العماره اللي عندنا، الدور الاول ما في نوافذ. ليش؟ عشان الستر والامان. شوف في فتحات نهايه السقف يسموها الكوه، علشان وتكون عندنا ارتفاعات 4 متر او 3 متر و70، علشان الهواء البارد يكون تحت والهواء الحار يكون فوق، ويطلع مع الابخره اللي هي الفتحات هذه اللي يسموها الكوه. ما شاء وتكثر عدد النوافذ تكون في البيوت علشان اشعه الشمس، يدخل الهواء كذلك. ويدخل الهواء. ما شاء الله تبارك الله. طيب طبعا البيوت اللي موجوده سابقا استخدموا له الابواب اللي يسموها الدروازه، تكون فيها دقاقتين، واحده حق النساء وواحده حق الرجال، عشان يفرقوا من هو اللي جاي، واحده صوتها خفيف واحده صوتها قوي. طيب كيف لو طرق الباب رجل؟ تكون اقوى الرنه حقتها. المره اقول مثلا كذا رجال صوت اعلى. وتتميز بيوت قطيف بخشم الباب، هذا سابقا يسمونه نقوشات خشم الباب. مزخرفه كذا. بالزخارف النباتيه او الزخارف الاسلاميه. طبعا هذه كلها شغلها القطيف تحت. كلها شغلها القطيف. كانوا يجيبوا الخشب هذا من الهند ويشتغلون الخشب عليه القطيف. ما شاء الله.